في ظهيرة يوم 28 من يناير للعام 2011 خاض هؤلاء الشباب معركة طويلة لأجل الوصول إلى قلب ميدان التحرير بوسط القاهرة. كانت التظاهرات قد بدأت قبل 3 أيام، إلا أن اليوم ولأنه الجمعة فقد اكتسب أهمية أكبر. داخل الميدان كان بحوزة كل شاب منهم لافتة كتب عليها مطالبه، والتي وإن تجمعت تعني في النهاية أن الشعب يريد إسقاط النظام. بعض هذه اللافتات اهتمت بالإعلام الرسمي بشكل خاص، ويبدو أن شيئا ما في أداء أجهزة الإعلام الرسمية جعل هؤلاء يعتبرون سقوطه جزءا من سقوط نظام ما عادوا يحتملونه. في هذا الفيلم نخوض رحلة بحث حول الأسلوب الذي تعاطت به أجهزة الإعلام المصرية الرسمية مع أحداث ستعرف فيما بعد باسم ثورة 25 من يناير. يصحبنا في هذه الرحلة مواد أرشيفية عديدة بثت جميعها على شاشات التلفاز الرسمي، وصفحات جرائد قومية نشرت بالفعل خلال أيام الثورة الأولى، ونضع ما جمعنا من صور وصحف بين أيدي خبراء وشهود لهم علاقة وثيقة بهذه الصناعة، صناعة الإعلام التي اعتبرها الثوار خلال ثورتهم صناعة للكذب. هذه لائحة من 10 خطوات استخدمها الإعلام الرسمي خلال تغطيته للأحداث، تم إعدادها عبر فريق من الباحثين والمراقبين بعد مراقبة ومشاهدة لعشرات الساعات التلفزيونية وعدة مئات من صفحات الجرائد والمجلات، ويعتقد أن الإعلام الرسمي استخدمها كلها في فترة لم تتجاوز 18 يوما. استبق الأحداث. ثورة هناك في تونس هزت نظام مبارك، فخرجت أجهزته الإعلامية مؤكدة أن ما حدث هناك لا يمكن أن يحدث ها هنا في مصر. الإعلام عندما يستبق الأحداث يملك زمام المبادرة في تأكيد على مبادئ معينة، فيؤكد مثلا أن مصر ليست تونس، وأن الرئيس مبارك ليس كالرئيس علي زين العابدين. كان كل همهم في هذا الوقت هو أن يقدموا التجربة التونسية على أنها تجربة فارقة ومحدودة وليست لها أي تداعيات على بقية الأنظمة وخصوصا النظام المصري. وأنا فهمتكم يا نعم، أنا فهمتكم. يا توانسة ما عادش خوف، بنى عليها رب، بنى عليها رب الشعب التونسي. إنجاز عظيم للوطن العربي وبداية مبشرة لأي حاجة ممكن تحصل. فرحت التلفزيون، فين الأخبار؟ جابوا الأخبار، مفيش ولا خبر عن تونس، ولا خبر عن تونس، ولا كأن في حاجة بتحصل في تونس. إيه؟ قالوا لا لا بلاش نتكلم عن الحكاية ديت، تونس غير مصر، والنغمة اللي مشيت 10 أيام دي في البلد، مصر مش تونس ومبارك مش بن علي. فطبعا بدأنا نقول الأخبار أنا وزميلتي منى الشرقاوي، وبعدين خلصنا الأخبار فقالت فاصل، قلت لا استني، ورحت متكلم عن تونس وقلت انه الشعر العظيم بتاع ابو القاسم الشابي، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. نطلع فاصل بقى. لا قبل الفاصل بس نحيي الشعب التونسي تحيه خاصه. ثوره لابد ان نسجل تاريخيا ان احنا عشنا لحظه عربيه تاريخيه اعتقد يمكن ما نعيشهاش تاني. معركة أخرى تلوح في الأفق، دعوات للتظاهر في عيد الشرطة. قم بالتحضير جيدا لهذه المعركة واستبق ما يخططون له برسائل واضحة وقوية. عندما يكون هناك احتفال بعيد الشرطة ويتزامن معه عملية القبض على مجموعة من مرتكبي مثلا انفجار لكنيسة أو لحادث إرهابي أو إلى آخره، هذا الأمر يمثل ابتهاجا بالعيد وصورة ذهنية إيجابية لصالح المؤسسة التي يفترض أن لها دورا كبيرا في كشف الإجرام والإرهاب. إن الجريمة الإرهابية
التي روعت الإسكندرية مع بدء العام الميلادي. هذا صوت حبيب العدلي وزير الداخلية الأخير في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد اختار الاحتفال بعيد الشرطة قبل يومين من موعده. سيقول كلاما كثيرا حول القبض على تنظيم إرهابي تابع للقاعدة، وسيثني الرئيس على نجاح وزير داخليته في رسالة واضحة للشعب: نحن أقوياء ولدينا من الأعداء 1000. ارتعدت فرائث النظام الساقط في مصر، ومن هنا بدأ يحاول أن يدعي العكس، ربما يدعي أنه أكثر تماسكا، يدعي أنه قادر على مواجهة هذه المخاطر، بل أيضا يحاول أن يقوم بحملة ترويج وعلاقات عامة من أجل تثبيت دعائمه. كان الرئيس مبارك قد قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء كما قام سيادته بتكريم عدد من قيادات الشرطة. فيها ناس بتحبها وتعيش لها. أولا سلمت يا مبارك. أوامر سيادتك يا فندم. كانت هذه هي صورة ضابط الشرطة في الإعلام، أما عما كان عليه الوضع في الشارع فتلك قصة أخرى. تونس تسلم مصر، اسم تونس تسلم مصر، يسقط كل كلاب الراس، يسقط كل كلاب الراس. ما كانش فيه إمكانية للتفرقة بين حبيب العدلي وأنس الفقي، إن هم كانوا واجهين لعملة واحدة أو جزء رئيسي من الجهاز الأمني كان بيتجه إلى الشارع والضرب والمتابعة ومواجهة المظاهرات، وكان جهاز الإعلام أنس الفقي بقيادته كان بيعتقد أنه الذراع الأقوى كمان من وزارة الداخلية. أتصور أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي كان يعرف جيدا أن هذه المنظومة يجب أن تكون في خدمة شخص واحد هو الرئيس السابق حسني مبارك، ولاحقا أصبحت في خدمة مشروع واحد هو مشروع التوريث للسيد جمال مبارك نجل الرئيس السابق. وبالتالي أعتقد أنه أنس الفقي كان لديه بيان رؤية وبيان مهمة واضح جدا، هو أن يغير هذه المنظومة الكبيرة من أجل خدمة مشروع التوريث. يقود هذه الهجمة الإعلامية أنس الفقي، آخر وزير إعلام في حقبة مبارك، الذي ظل داخل هذه القلعة المسماة ماسبيرو منذ بداية الأحداث وحتى نهايتها التي حملت معها نهايته هو. هول. لا تترك الشعب يعتقد أنها مجرد أحداث عادية. امنح أعداءك قوة خارقة، اجعلهم أشرارا خطرين ممولين من الخارج، ووجه أصابعك تجاه أعدائك المحتملين في دول العالم. شعبك طيب ويشعر عادة بالخطر إذا أشعرته به. مصر النهاردة حالتها مختلفة، الدنيا مقلوبة، العالم العربي بيتلعب فيه. على لسان وزير الداخلية حبيب العدلي قال احنا هنسمح بالمظاهرات وهنرعاها وهنحمي المتظاهرين كمان. النهارده كان عيد الشرطة ومش عايزين ندنس هذا اليوم. امن نفسه النهارده تحس ان هو خايف على البلد. كان سهل جدا من اول ساعة ان الامن يتصرف بنوع من الغشومية. من الاساليب اللي بيستخدمها الاعلام القوالب المصبوبة او الانماط الجامدة، وربط كثير من الممارسات والاحداث بالجماعة المحظورة، بالإرهابيين. مين اللي دخل وبدأت المسألة يبقى فيها اشتباك مع الشرطة؟ مين اللي كسر محلات في ميدان التحرير؟ اجتهادي
ربما يكون ده التنظيم العالمي للاخوان. الوزير طلب مني الاتي، ان انا اطلع اقول ان دي مظاهرات مشروعه ومش عارف ايه، مفيش مانع ان انا اقول الكلام ده كله، لكن اجي عند نقطه المظاهرات واقول ان دي مظاهرات كانت شبابيه كويسه، وبعدين اندس عناصر وعناصر الاخوان المسلمين هي اللي عملت كده وكذا وكذا وكذا، محاوله لتشويه ما فعله الشباب. انا مسؤول عن كل كلمه قلتها يوم 25. لما يحصل يوم 25 وينزل الشباب ثم يقرر الاخوان بتعليمات من مكتب الارشاد انزلوا يا شباب وكونوا مجموعات جوه التحرير، ما ينفعش اسكت بقى واقول لك لا والله الشباب بس هم اللي موجودين. لا، الاخوان. الاتفاق بيني وبينهم انه لو في حاجه هم عايزين يقولوها عن طريق مذيع او مذيع اخر زميل لينا في البرنامج. انما انا لو عايز اقول حاجه ممكن ما اقولهاش، كنت بسكت في مقابل ان انا ما اقولش حاجه انا مش عايز اقولها. انا المعلومات اللي وصلتني من مصادرنا ومن فريق المعدين والتحرير اللي عندي قلتها بمنتهى الامانه والموضوعيه، دون تدخل مني حذفا ولا اضافه، لا يمينا ولا يسارا، لا تحيزا ولا محاربه. في اللحظه دي مطلوب منك ان تاخذ قرار فوري، فقرار الفوري ان انا اكون مع الثوار، وزي ما هيرسي عليهم يرسي عليا. احنا لا كنا ضد الثوره ولا كنا ايضا مع الثوره. ليه؟ لان انا شايف ان الاعلام لا يجب ان يكون مائلا لاي من الجهات. انا جهه ناقله وعارضه ولست جهه محرضه. ما ينفعش في الحاجات دي ماسك العصايه من النص، ما انا كنت ممكن اطلع يوم الاربعاء وامسك العصايه من النص، نقول كلمتين حلوين كده وامشي الحال. لا، ما كانش يمشي الحال خالص. جالي رساله من مانيلا ومن افغانستان بيقول تحركوا هبوا يا المصريين. انتوا مين؟ مصر النهارده بنحلم لبكره. أصدر الحاكم العسكري قرارا بحظر التجول بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس من الساعة 6 مساء حتى 7 صباحا اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 28 من يناير 2011 ولحين إشعار آخر. هون الناس تحبك وأقدامك راسخة وأهرامك قوية لا تزعزعها ثورة. يوم 26 يناير طبعا كان هناك كارثة مهنية زي ما وصفناها ووصفها زملائنا الصحفيين في كل الصحف وليس في الأهرام فقط، إنه يبقى عندك أحداث مهمة في البلد في مصر، أحداث محلية، مظاهرات تقدر بعشرات الآلاف، ويطلع منشط الأهرام الرئيسي عن أحداث في لبنان. يعني كانت هذه نكتة وليست منشط. يعني من الأساليب التي كانت تلجأ لها بعض الصحف القومية في هذا المجال أنه يبحث عن حدث فيعظمه ويجعله هو المنشط الرئيسي في الجريدة اليومية. يجلس عبد الله كمال في مكتبه بمؤسسة روزا اليوسف كرئيس للتحرير ونائب في مجلس الشورى، مدركا أهمية سلاح الإنترنت، فيستخدمه في نشر آرائه في الثورة الوشيكة، وكأنه يرفض أن يصدق أن أذنيه تنقل له بالفعل هتاف الغاضبين. حين كتبت على تويتر يوم الثلاثاء 25 يناير 1 ظهرا أن عدد المتجمهرين عند دار القضاء العالي هم 200 شخص، كان هذا هو رقم بالفعل. فيما بعد أنا لم أتواصل مع تويتر إلا في منتصف أو في حوالي نهاية الأسبوع الأول من فبراير نتيجة لأمور مختلفة. لا يوجد مشهد واحد في الأحداث ما بين 25 يناير و11 فبراير كان يمكن توقعه حتى أحيانا من بين فاعليه. داخل المبنى الضخم القريب من ميدان التحرير والذي تسمع فيه بوضوح أصوات التظاهرات، كانت الشاشة تخبر الجماهير بقصة مختلفة تماما.
المشهد في ميدان التحرير. كان عندي شيفت في قناة النيل الأخبار، كنت بقرأ النشرة على رأس كل ساعة، وكنت بكرر جملة في بداية كل نشرة، هي جملة عاد الهدوء إلى شوارع القاهرة. الحقيقة أن الجملة دي عمري ما هنساها في حياتي، يعني كنت حاسة أن أنا أداة للكذب. كان ده شيء صعب. أيام المريرة السابقة نشرة الأخبار ينتقل اتهم عبد ربه مشيرا إلى أن انفصاله عن الشمال. ولمتابعة المشهد في ميدان التحرير ينضم إليه. تمكنت قوات الحساسة التي تمر بها. قبل ما أروح أقول آخر نشرة في ذلك اليوم، يوم 26 يناير، كانت تحديدا نشرة الساعة 6 مساء، رحت اتكلمت مع المسؤول عن نشرات الأخبار. سألته، قلت له يعني يا أخي أرجوك أستحلفك بالله، يعني أرجوك غيره الكلام اللي احنا بنقوله ده. فقال لي أنا متأسف جدا، اتفضلي روحي قولي النشرة زي ما هي مكتوب. فرحت قلت النشرة وقلت عاد الهدوء إلى شوارع القاهرة. برضو كانت القاهرة بتشتعل وبتزداد اشتعالا، بل وعبال ما خلصت نشرة الساعة 6 يومها جم الزملاء أخبروني أنه أبواب مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد أغلقت. كنت على يقين بيني وبين نفسي أن أنا يعني مش عايزة أؤدي هذا الدور مرة أخرى، فقررت أن لا أعود لموقعي. كنا بنروح الميدان التحرير وبنشوف اللي بيحصل قدامنا، وكنا بيجي نلاقي الجرايد بتقول حاجه تانية خالص، ومنها الاهرام طبعا. يعني يبقى في مظاهره مليونيه في الشارع والناس تتكلم عن 3 4 او بضع الاف من المتظاهرين. استخدام الكلمات ذات الحموله، بمعنى using overloaded words، او بمعنى انه لدي مثلا 150 شخص يتظاهرون في ساحه ميدان مصطفى محمود، فيتظاهر الالاف في ساحه مصطفى محمود. لدي 150 ألفا في ميدان التحرير، فتظاهر الآلاف. فال 150 شخصا أصبحوا آلافا، وال 150 ألفا أصبحوا أيضا آلاف. الأخ في صحيفة الجمهورية رئيس التحرير وكأنه عدهم بالواحد، قال أنه 300 متظاهر في القاهرة و200 في الإسكندرية وعشرات في المحافظات. هناك نمط انحياز آخر بتحريك الكاميرا. الكاميرا يمكن أن تظهر مجموعة من 30 شخصا على أنهم مئات، ويمكن أن تظهر مجموعة من 100,000 على أنهم أيضا مئات. هنا اتخاذ وضع معين بالكاميرا يستطيع أن يعطي انطباعا معينا للمشاهدين. بعد 28 يناير واضح أن خطوط الاتصال انقطعت بين محركي هذه الصحف في مطبخ النظام وبين هذه الصحف، فكان الاجتهاد الكوميدي، يعني دخلنا في مرحلة الارتجال، يعني فرأينا العجب العجاب كما شاهدناه على شاشات التلفزيون الرسمي عندما كان هناك 1,000,000 مواطن في ميدان التحرير، وكاميرا التلفزيون لم ترى إلا 400 واحد، وكانت ترى السمك في نهر النيل يتراقص ويكاد يهتف بتأييدا لمبارك والجو الرائع والنسيم العليل وما إلى ذلك. وطلب مننا، معلش خلي بعض الامور هتبقى للمجهول، نقول ان ميدان التحرير فاضي. وكان وجهه نظرنا ان لا ينبغي ان تكون هناك مظاهرات في التحرير، لان مظاهرات في التحرير معناها انك هتولع الدنيا، مظاهرات في التحرير معناها انها صدام قادم لا محال. اذا عمليه الكذب والخداع والمبالغه في صوره النظام والتهوين من اعدائه او معارضيه تمثل آلية تستخدم بكثره في النظم الاعلاميه التسلطيه. أفزعهم. إن كان لابد من ثورة فأعلمهم أن الثورة ليست سهلة، وأن الرعب كبير والخطر أكبر. بوابة السجن تفتح وكرات النار في طريقها إلى قلب ميدان التظاهر. شفت ناس عرب ولهجتهم مش مصرية، ناس مدربة تدريب عالي، ناس فاهمة جاية بتعمل إيه، ناس مسلحة. مع جمعة الغضب الثانية بدأت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الترويع وإثارة الذعر. تحولت هذه المنظومة العملاقة بكل أذرعتها، سواء كانت
صحفية أو إلكترونية أو تلفزيونية أو إذاعية للأسف الشديد إلى صندوق لبث الذعر في نفوس المواطنين المصريين. كان في بالفعل مبالغة شديدة في إظهار الانفلات الأمني. الانفلات الأمني يمكن ظهر بعد كده بفترة طويلة، يمكن حتى بعد التنحي، اللي هو الانفلات الطبيعي اللي بعد الثورات أو تغيير أنظمة الحكم. لكن هو في الوقت ده ما كانش انفلات، لأن كانت الناس مرهقة، في حالة ترقب، في حالة خوف. الشباب كله في الشارع وبالملايين، الشوارع كلها مليئة بالناس، كان من الصعب يحصل. بدأ التلفزيون أظن بأجهزة الإعلام تتعامل على أنه تحاول إرهاب الناس وتخويفهم بأنه في انفلات أمني. صورة قاتمة استيقظ عليها المصريون اليوم، أعمال سلب ونهب قضت على الأخضر واليابس. للأسف الشديد والواحد حزين أنه بيعرض ده على تلفزيون الدولة، ونرجو ألا يعني يروع الآمنين، ولكن حتى لا تشاهدونها على تلفزيونات أخرى. مجموعة من الشباب دخلوا معاهم عصي بيكسروا مترو أنفاق. تبع مين دول؟ مين وراهم؟ في الوقت الذي كانت فيه بعض العناصر التي يمكن أن تكون تابعة لنظام السابق تحاول أن تحدث ارتباكا واضطرابا أمنيا في الواقع في الشارع، كانت وسائل الإعلام التابعة للدولة تلتقط هذه الأحداث وتضخم منها لكي تصور الأمر على أن مصر غرقت في الفوضى، وهذا الأمر لم يكن صحيح. اللي مش قادرة أفهمه من هذه الصور واللقطات، يعني هم دي مالهاش دعوه بالتظاهر، انا مش فاهمه هم بيكسروا ليه؟ تزامن مع حاله غياب امني، لان ليه؟ الامن مركز على المظاهره. طيب دي شحنه تخريبيه. وبص المواطن واقف مرعوبين ازاي الناس فوق. طلعت مكنه اعلاميه بتشغل ناس موظفين في التلفزيونات او في المحطات، هم اللي يتصلوا بالتليفون يقولوا انا قاعد في بيتنا مش قادر اخرج، انا البلطجيه تحتي. سيدات يتصلن عبر اقنيه التلفزيون ولا نعرف من اين جاءوا في الواقع، يتحدثن عن عمليات اغتصاب او اطلاق نار عشوائي في شوارع القاهره، وبالتالي يتم الربط بين غياب الامن واسقاط النظام. انشروا اخبار الانفلات الامني في كل مكان، فبيوت ومتاجر تسرق وسيدات تغتصبن ومتاحف تنهب. المخربين اقتحموا المتحف أمس بأعداد كبيرة وتمكنوا من سرقة الفاترينات الخاصة ببيت الهدايا وسرقة عدد من التماثيل الأثرية وأجزاء من المومياوات. صرح مصدر أمني أن تمادي عناصر الشغب بمدينة السويس والتي تحركها كوادر من عناصر من أعمال النهب والتدمير والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة. قام باغتصاب طفلة صغيرة خلال أعلن البنك المركزي أنه تقرر تعطيل البنوك غدا الثلاثاء تجنبا لأعمال الشغب. مبهدلين آخر بهدلة، ومفيش عسكري أمن ولا في عسكري من الجيش، والعيال عمالين يعيطوا، كل واحد ماسك له سكينة ومش عارف. لو أنت قاعد في بيتك والثورة في الشارع كويس، وجالك التلفزيون الرسمي بتاعك اللي أنت بتصدقه كويس، والناس ما بتصدقوش عموما الحمد لله، إنما الناس افتخرت الناس بتصدقه، وقلت لهم إن في ناس بتطلع بسنج ومطوع على الشقق، هتتلبش ولا لأ؟ يبقى ده خطأ. لا مش خطأ. سيناريو التخويف والبلطجة ده اللي كان طبعا دي كان شيء واضح جدا انه كان الاهرام وكمان التلفزيون فكرة ترويع المواطنين بناء على تعليمات من شؤون الرئاسة والمستفيدين من النظام، يا احنا يا الخراب، فلازم لابد من ترويع المواطنين. تعليق البورصة واغلاق البنوك لمصلحة من؟ يعني البورصة خسرت الاسبوع اللي فات مليارات، وبعدين لازالت الاغلاق في حد ذاته هو خساره، والمشكله ان هذه الفلوس السيوله دي هي اللي بتتداول في السوق، اللي بتديها للبقال والجزار وما الى ذلك. هذه الوقفه المعطله لمصر في ميدان التحرير، الناس دي مش مدركه الموقف. بدأ اللعب على موضوع الاقتصاد وخرجت الاحاديث عن افلاس مصر. يعني دولة زي الدولة اللبنانية انخرطت في حرب أهلية لمدة 15 سنة ولم تفلس. دولة مثل مصر لديها احتياطي نقدي يفوق 30 مليار دولار ولديها أنشطة اقتصادية كبيرة ولديها تحويلات عاملين من الخارج، تفلس لمجرد قيام ثورة لم ندفع فيها أثمانا كبيرة على أي حال في خلال شهرين أو ثلاثة. هذه مسألة عجيبة جدا. فمن موضوع ثورة شبابية إلى موضوع غرق البلاد في الفوضى، إلى موضوع بلاد على شفا الإفلاس ولن نجد السلع الاستراتيجية. هذه مسائل كلها كانت تأويلات تريد أن تأخذ الجمهور المصري إلى أفكار معينة. يبدو أن شجاعة المتظاهرين وصمودهم في الميدان قد أحبط كل الخطط،
وهو ما استدعى تحركا فوريا لمحاولة إخلاء الميدان. عاجل من التلفزيون المصري بضرورة إخلاء الميدان على الفور، وذلك حرصا على سلامة الجميع، فقد وردنا أن هناك عناصر إثارية تتجه الآن إلى الميدان وبحوزتهم كرات من النار وهم يريدون حرق. كل المصادر والجهات اللي بتدير البلد بأشكالها المختلفة بتقول إن في كرات نار رايحة. انا واجب عليا انت لو مكاني. واشتغلت ازاي مع الجهات دي بعد كده بعد ما كانت بتكذب عليك؟ لا هي ما كانتش بتكذب في لحظه، هنا في جهه بتكذب وجهات كذب عليا في المساله دي كلها. حينما يعني تكون هناك امور خطيره، فان القائمين على غرف التحرير او القائمين على اداره التغطيات الخبريه في وسائل الاعلام التابعه للدوله ومنها التلفزيون الرسمي يلجؤون الى اشخاص ذوي ثقه ومن الذين يتحلون بخبرات طويله، وبالتالي لم يكن متاحا لأي شخص أن يظهر على هذا الهواء أو ذاك إلا لو كان تم اختباره سابقا. كان في مجموعة واضحة جدا مختارة من المذيعين على بأسماء محددة سموا بمذيعي الهواء الآمن. إذن في هواء لابد أن يكون آمن، ومن يستطيعون تأمينه هي مجموعة الأسماء دي. شتت وشوه. بعد أن قمت بواجبك في الترويع والتخويف، حان الوقت لتوجيه ضربات مباشرة. استدر ناحية الثوار أنفسهم وابدأ حربك عليهم. قبل الهجوم قم ببعض المراوغات وإلقاء بعض قنابل الدخان، فهذا يساعد في كسب بعض الوقت. استخدم سيناريوهات متناقضة. إصلاح للنظام وليس إسقاطه. الرئيس استجاب للمطالب فلا داعي للاستمرار في التظاهر، وقم بتكثيف هذا الكلام وترديده بلا انقطاع. يعني أنت كان تفكيرك إسقاط النظام ولا إصلاح النظام؟ لا، إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. عندنا رئيس حريص علينا فلنعطيه فرصة ولنتعامل معه بكرم الأخلاق. في خد وهات، أنا اديتكم الطلبات، سيبونا أكمل مدتي. من النماذج العجيبة جدا في محاولة إجهاض هذه الثورة أن الأستاذ عماد الدين أديب مثلا خرج في أولا هو كان مقررا على كل البرامج التكشو المسائية في مصر. تخشى أن تفتح أي شيء فيظهر لك عماد الدين أديب. أستاذ عماد أهلا بيك، شرفتني وانا سعيد. معنا النهارده الكاتب الكبير الاستاذ عماد الدين أديب. اهلا بيك استاذ عماد. اهلا بيك. للمره الثانيه في ظرف 48 ساعه. بشكرك جدا وبرحب بيك يا استاذ عماد على وجودك معايا. بحب محمد حسني مبارك. يا اخي انت من القليلين اللي بيقولوا الجمله دي اليومين دول، وهقولها دلوقتي وهقولها دايما. احنا دلوقتي ما بنتكلمش على حسني مبارك، احنا بنتكلم على رئيس مصر. سيكتب في التاريخ انه المندوب السامي الامريكي بعت لنا انذارا، فاهل المحروسه وافقوا على ان الرئيس يمشي بعد الانذار الامريكي. احنا عندنا نظام وطني في مصر وليس نظاما عميلا، واثبتت التجارب انه يحافظ على استقلال مصر، لابد من المحافظه عليه. تحدث عن انه لديه معلومات موثقه عن ان مسلحين اجانب في ميدان التحرير. يعني هذه كانت دعوه لنسف في ميدان التحرير. معلوماتي التي أقولها على مسؤوليتي وأتحمل نتيجتها أيوة أنه ضبط، وهذا سيتم الكشف عنه، هذا ليس كذب أو إثارة. ضبطت مجموعات غير مصرية في الأراضي المصرية موجودة في مكان الحادث بأجهزة اتصالات وبحاجات تثبت ووثائق أن هي مرسلة من الخارج. المذهل أن جزء منها عربي وجزء منها من دول أجنبية صديقة. ووسط حماس الشباب اندست الكثير من العناصر غير الوطنية التي حاولت إلهاب الجماهير بأجندات خارجية. جه شخص كده أجنبي بشعر أبيض كده اداني يافطة بيضة، والله ده اللي حصل، وقال لي اكتب فيها ومحضر لي قلم في المصدر تخين نو مبارك. قالوا لي ان احنا من ايرلندا. ايرلندا ايه يا جماعة؟ ماشيين بتعملوا ايه هنا؟ قالوا لي ان احنا ماشيين بنتمشى.
شاف البطاقة بتاعته لقاها جنسيته إيراني. العديد من الوجوه المصرية كما ترون، وفي الوسط هناك أيضا وجوه أجنبية. أجنبية أنا افتكرتها دليدة للحظة يعني، الله يرحمها يعني. 61 منظمة بتسمي نفسها منظمة حقوقية مصرية بيقولوا نفس الكلام اللي بيقولوه الولاد اخواتنا اللي موجودين في التحرير، وبيقولوا نفس الكلام اللي بتقوله الولايات المتحدة الأمريكية، واللي بتقوله فرنسا، واللي بتقوله بريطانيا، واللي أصبحت النهاردة كمان بتقوله تركيا، واللي بتقوله إسرائيل. دي مش صدفة أبدا. لا مش صدفة، يعني واضح إنها جهات كتيرة أجنبية بتتربص لمصر خاصة. الطعام والشراب وخيم الإيواء وسائل الإعاشة لهؤلاء المتظاهرين من كافة الجنسيات. بحمل التلفزيون المصري مش بس قتل المصريين في موقعة الجمل، لا بقتلهم على ايدين المصريين اللي خدعوا وافتكرونا إسرائيليين وافتكرونا عملاء. تمكنت وحدات الجيش الثالث الميداني المنتشرة بمحافظة السويس من إلقاء القبض على مهندس إسرائيلي يدعى توما خلال خلال تواجده بمنطقة حي الأربعين، حيث تقوم القوات المسلحة الآن بالتحقيق معه لمعرفة أسباب دخوله إلى مصر ووجوده في محافظة السويس في هذا التوقيت. أنبل ما فيك يا مصر كانوا شبابنا اللي عنده 18 سنة بيتقتل بسببه. ربنا يا رب يعني حسبي الله ونعم. كن أنت الراوي الوحيد، لتكن حكايتك أنت وحدك، لا تدع الفرصة لغيرك لكي يقدم قصة مختلفة. افرض حصارك على الجميع بلا استثناء. السايت بتاع قناة الجزيرة الصفحة الرئيسية فيها كان عليها معا لإسقاط مصر. قناة الجزيرة القطرية في 60 داهية، لأن هذه القنوات لها أجندات، لها أجندات معروفة وبتحقق أهداف ناس أخرى. تمام. وهي سياسة قطرية، سياسة قطرية على أعلى مستوى وليست سياسة إعلامية. واعتقد ليست قطرية فقط يا استاذ خالد. طبعا بتخدم على إسرائيل وبتخدم على إيران وبتخدم على حماس وبالتبعية طبعا بتخدم على حزب الله، وحزب الله بيخدم على سوريا وبيخدم على إيران. كانت تكال الاتهامات للجزيرة، كان هناك أمرا يبدو مدبرا ومبيتا بإلصاق التهمة بجهة أجنبية، ولهذا نجد أن الحديث كله كان عن أطراف خارجية وأجندات، وظهرت قصة الأجندات الخارجية، وبالتالي وجدوا في الجزيرة ضلتهم لكي يعلقوا في رقبتها هذه المسؤولية وهذه التهمة من وجهة نظرهم. الجزيرة فين الشعب المصري؟ الجزيرة فين الشعب المصري؟ رسالة وصلت من يوم 25. انتوا حاليا مش قاعدين لمصر، انتوا حاليا قاعدين ضد مصر، انتوا بتنفذوا ما تمليه عليكم قناة الجزيرة، القناة المأجورة. التلفزيون المصري كان يمارس أنماط انحياز بالغة السوء، ومن ضمن هذه الأنماط أنه كان يشيطن أداء بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية وأيضا المحلية، وكان يعتبرها هدفا في حد ذاتها. وثائق ويكيليكس. قطر تستخدم قناة الجزيرة لضرب الاستقرار في مصر. وزير الخارجية القطري وعد عددا من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين أنه بمجرد خروج المصريين للشارع فإنه سيكلف قناة الجزيرة بإثارة الفتنة بين المصريين. قصة ويكيليكس مكذوبة تماما، أولا لأن آخر وثيقة لويكيليكس كانت عام 2007، بينما لفق وزير الإعلام السابق قصة مختلقة مدبرة، وللأسف تورط معه فيها عدد من الفضائيات الخاصة التي تدور في فلكي، وهذا يبين كيف أنه تم تجيش كل وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الخاص لخدمة النظام السابق. تعرض فريق الجزيرة في الإسكندرية لاعتداء. قررت السلطات المصرية إغلاق مكتب قناة الجزيرة. الأوامر بقطع بث قناة الجزيرة. تلقيت اتصال يوم 29 يناير من السيد وزير الإعلام السابق أنس الفقي يبلغني بأنه سيقوم بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القاهرة، وطلب مني تحديدا أن أبلغ هذا للإدارة العليا في الدوحة وأن أرد عليه. وأنا قلت له بصريح العبارة أن المكتب مغلق. كان قد قطع كل الاتصالات عن المكتب، الاتصالات الهاتفية الأرضية، الخطوط الإنترنت، وأيضا
قام في نهاية اليوم بقطع خط الاتصال بالأقمار الصناعية. نحن ليس لدينا محطة SNG محطة بث، نحن لدينا خط قديم جدا، خط فايبر معروف باللينك بين القمر الصناعي من خلال شركة النايل سات، ولا يسمح لنا بغير ذلك. ومع ذلك تم قطع هذا الخط لأنه يتم التحكم فيه من خلال شركة الاتصالات وشركة النايل سات. في مكان صورش بعد إذنك. عرض مكتبنا ومكاتب إعلامية أخرى لهجمات من البلطجية الذين اقتحموا المكان في يعني مشهد مخيف ومرعب بالعشرات، مما تسبب في حالة هياج وذعر يعني لدى الكثير من العاملين في المكتب، لأن يعني هذا المكتب لا يخص فقط قناة الحرة، وإنما كانت هناك قنوات أخرى تعمل من خلال وكالة ABTN، ولهذا ففر هؤلاء يعني معظمهم فروا بما فيهم عدد كبير من الفنيين. البلطجية صعدوا إلى أعلى المبنى على أسطح المبنى وقاموا بالاستيلاء على عدد من الأجهزة الفنية يعني ديش وريسيفر وفيكسر وما شابه، وظنا منهم بأن هذا سوف يوقف الإرسال، لكن يعني كانوا خاطئين، لأننا استمرينا في الإرسال واستمرينا في البث عدة ساعات أخرى قبل أن نتعرض لتهديدات بهجمة ثانية، وحين ذلك توقفنا عن البث وأثرنا السلامة. ثم في نهاية اليوم ومع حلول الليل كانت هناك تهديدات أخرى، وسمعنا أنهم يهاجمون عددا من المكاتب، فأثرنا السلامة وتركنا هذا المكتب. وبعدها بساعة انتقلنا إلى مكتب آخر قريب أيضا، وقمنا بالبث من خلاله عن طريق البث المباشر. القيادات الإعلامية نفسها يا ريت ما تدفعناش كلنا نحن ننسحب زي محمود سعد، لأنه مش معقول أنه يدار الإعلام في 2011 بعقلية الستينيات، هذا لا يقبل. تعرضت ممتلكات مراسل الجزيرة إلى النهب على مرأى ومسمع عدد من أفراد الشرطة الذين كانوا يتجمهرون في المكان. الطاقم العربية بمكتبه بمراسليه تعرض للكثير من الضربات. أصوات عديدة. زملاء الصحفيين جاءوا إلى المكتب قبل قليل وقالوا لنا إن الزميل أحمد منصور قد تعرض للاعتداء من قبل عدد من عناصر الأمن التي ترتدي زيا مدنيا. تعرضت للضرب بمواسير حديدية من قبل عدد من رجال الشرطة. الهواتف الأرضية في مكتب الجزيرة بالقاهرة هي الآن تم إيقافها، ومن ثم ربما في أي وقت قد تنقطع الصورة على الهواء، لكن قطع خطوط الاتصالات والإنترنت كان محاولة للقضاء على مركز الحشد والتجمع الرئيسي للثوار، لكن يبدو أن الأوان قد فات، إذ وجد المتظاهرون مكانا آخر للتجمع: الشارع. يا منى، من ساعة ما النت وقفت والمحمول وقف وأنا حاسس إن إحنا بهايم. نحن نعامل معاملة السائمة والأنعام، نحن لا نعامل معاملة البني آدمين. مش ممكن يكونوا الناس دول بيفكروا إن إحنا بني آدمين ويعملوا فينا كده، ما ينفعش. النت زي المية والهواء، النت بقت حق إنساني، الموبايل بقى زي المية والهواء وبقى حق إنساني. 25 مليون مصري يستخدمون الإنترنت، 8 ملايين مصري يستخدمون الفيسبوك، مليوني مصري يستخدمون تويتر. هؤلاء لا يمكن أن يكون مصدر اعتمادهم الوحيد هو أقنية التلفزيون التابعة لقطاع الأخبار في التلفزيون الرسمي المصري، ولذلك فهم يتزودون بالأفكار والمعلومات والرؤى والقضايا والقصص من أنظمة إعلامية متعددة. هذا الأمر فضلا عن أنه يعني جريمة بالمعايير الأخلاقية ونمط انحياز بالمعايير المهنية، فهو لا يدعو إلى الغضب بقدر ما يدعو إلى الرثاء والشفقة على هؤلاء الذين ظنوا أن الشعب المصري في هذا التوقيت بالذات يمكن أن تنطلي عليه هذه الخدعة. ثورة التكنولوجيا الحديثة دي، ثورة الديجيتال بالمعنى ده، هي
اللي كسرت الحصار، كسرت الخطوط، يعني الحواجز السميكة اللي كان حاططها النظام على أن تصل الحقيقة والمعرفة. يعني الصورة التي تنقل عبر الموبايل هي صورة في نفس اللحظة اللي نقلها هي بتجمع مشاعر وبتجمع وعي جديد وبتقوي. الثورة كانت كل يوم بيتم توجيه دانات مدافع من الإعلام الرسمي، هجمات بكل ما لدى الإعلام الرسمي من وقاحة وبجاحة ومن قلة مهنية ومن قلة ضمير. هذه الطاقة أو هذا الجيش الذي قاد عملية تضليل سوداء هزم عبر محاولات فردية صغيرة بجهاز. هذه الأجهزة الصغيرة دي يعني هزمت قلعة مسبيرو. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا ولاد ليه بتقول الله؟ ليه؟ استخدم العاطفة. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن، فأنت الرجل الذي خدم البلاد وحارب من أجلها وتود أن تموت على أرضها، فلماذا يستكثرون عليك هذه الأمنية؟ ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو عليه. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار. هذا مجرد جزء من حياة المواطن المصري محمد حسني مبارك. حارب من أجل هذا الوطن، لم يبخل يوما ولا ليلة، بقي دائما في هذا الوطن وسيبقى خلال الأيام والأشهر القادمة يمارس مهام سلطته. الاستخدام المسيء للعواطف هو من أحد أهم أنماط الانحياز في التغطيات الإخبارية، وبالتالي فقد التقط التلفزيون المصري هذه المسألة وبدأ يلعب على بعض الأوتار التي يعرف أن لها أبعادا في مصر. من ضمن هذه الأوتار مسألة احترام الكبير وتوقيره، ومن ضمنها مثلا مسألة حرب أكتوبر والمزايا التي يجب أن يتحلى بها كل شخص كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر. ومن ضمن هذه المسائل مثلا اعتبار أن الاستقرار في حد ذاته قيمة، وأن اللعب ضد الاستقرار هو لعب ضد مصلحة الأوطان بشكل أو بآخر. حسني مبارك أحد حاجاته المهمة الإحساس الشديد بالمسؤولية والواجب. من منطلق هذه المسؤولية أنا متوقع أن كافة المصريين يتعاطفون مع رئيسهم. أنا بقول للراجل ده الشعب المصري شعب طيب يتسامح بسهولة. احنا بكينا بعد البيان بتاعه امبارح، أنا شخصيا وقفت في البيت ضربت له تعظيم سلام. الذين لبت لهم الطلبات ماذا تريدون من مبارك؟ كنتم في أرحام أمهاتكم ومبارك يحرر لكم وطنكم. يشكر 1000 مرة على اللي قاله امبارح، يشكر 1000 مرة، وكفاية ان هو قال ان هو هيموت هنا في البلد دي. الرئيس مبارك في الخطاب بتاعه لقى بعض التعاطف إلى حد ما من بعض الناس، يعني اللي هي زي ما بقول الغالبية الصامتة، قالوا خلاص يعني كمل 6 شهور يا جماعة ما فيش مشكلة. يوم 3 فبراير نشيط مخيب للأمال إنه الملايين تخرج لتأييد مبارك.
عدم ترشحه للرئاسة القادمة وإجراء تعديلات دستورية تمهيدا للانتخابات. حاول التلفزيون المصري في تلك المرحلة تحديدا استغلال كلمة الوفاء، وها نحن في يوم الوفاء، فعلى الشعب أن يمتثل لإرادة الرئيس وإرادة النظام طالما أن اليوم يوم الوفاء. تحول المشهد وخرجت ما تعرف بالكتلة الصامتة، ولكنها في هذه المرة لم تكن بالصامتة بل كانت الأعلى صوتا. خرجت من جميع محافظات مصر تؤيد الاستقرار وتنشد الأمن والأمان ببقاء الأب الروحي لهم مبارك. فالعاصمة القاهرة. بنحبك يا ريس، بقلوبنا ودماغنا يا ريس معاك، بقلوبنا ودماغنا وروحنا معاك، احنا معاك، احنا معاك. هنا تجاوب الإعلام مع وزارة الداخلية في نشر هذه الصور كأول مرة من ميدان التحرير كمحاولة للتأكيد أنها هجمة من بعض المدعين أو بعض المعارضين، فبالتالي لا مانع من بثها في التلفزيون، ولكن بصورة مغايرة تؤكد أننا في يوم الوفاء قد انتصرنا على أعداء الوطن. بعضهم جاء على ظهور الخيول والجمال من العاملين في مجال السياحة الذين توقفت أعمالهم. هؤلاء جميعا جاءوا تنديدا بما حدث وتسبب في قطع هناك الآلاف من البلطجية والشرطة السريين وأعضاء من الحزب الوطني معهم الأسلحة البيضاء يطوقون ميدان التحرير من كل الجهات. أولادك ونقول لك حقك علينا. هناك عشرات المصابين. هناك أعتقد أن هناك لابد أن يكون هناك قتلى الآن. كلنا بنحبك يا ريس، إيدينا في إيديك الآخر الأمر يا ريس. إحنا ما اشتكيناش، ويوم ما اشتكينا استجاب لمطالبنا. ما تسيبناش يا ريس. مبارك وبس، مبارك وبس. الوعود الجديدة بتاعته طول عمره كذاب، طول عمره كذاب ومحدش مصدقه، ولو متنا هنا مش هنتحرك، مش هنتحرك. بدل ما يروحوا على الشارع يجوا هنا. اختلق وقائع ممسرحة واستدعي الشهود. كانت قناة المحور الفضائية قد أجرت لقاء مع ناشطة رفضت أن تذكر اسمها، وادعت أنها تلقت تدريبها المكثف مع شباب آخرين على يد إسرائيليين في الولايات المتحدة وقطر لقلب نظام الحكم. سافرت أمريكا وسافرت قطر، وكان اللي بيدربنا ناس يهود. تحالف شيطاني أمريكي إسرائيلي قطري لإسقاط النظام المصري. هذه هي الحقيقة أيها السادة، حقيقة الثورة المصرية. هذا ليس كلامي، إنها مصادر محايدة، إنهم شهود عيان من قلب ميدان التحرير. الصحفية معروفة لي أنا تحديدا والكرو الإعداد اللي معايا، ولم تكن معروفة بالنسبة للمذيعين هناء سمري وسيد علي. أنا صاحب قرار إن هي تيجي البرنامج ولست نادم على هذا القرار. كان معانا بعض ممثلين الحركات التانية كانت 6 إبريل وكفاية. وكان معانا ناس من شباب الإخوان. شباب الإخوان؟ كان معانا من الإخوان. فريدم هاوس؟ كان معانا شباب إخوان. يتم اختبار الشارع المصري بالصورة المبكسلة العجيبة بكلام يعني حتى اللي كتبه معد متواضع، يعني ما عندوش حتى خيال المغامرون ال5 والشياطين ال13، فيقول بصورة خد 50,000. البنت دي خد الموساد بترمي فلوسها ولا ايه؟ مش فاهم، محدش فاهم يعني. كنيسة القديسين بالاسكندرية. ما كنت ساكتة ليه؟ ما قلتيش ليه يا شيماء؟ ما احنا قاعدين نقول مين. كانت ايادي خارجية دخلوا وخططوا في بلدنا هنا وعملوا ده. إذا كان مطلوب مني إن أنا أعرض وجهة نظر واحدة فده غير معمول بيه مهنيا. أنا عملت موضوع صحفي تلفزيوني أي حد مكاني كان يتمنى يعمله. التوقيت ربما نختلف على التوقيت، توقيت استضافة نجاة عبد الرحمن صح أو خطأ ده اللي ممكن نختلف عليه، لكن من منطلق المهنة لا، ما نختلفش على استضافة هذه الصحفية، وإلا أكون جبان لو ما استضفتهاش. منظمة صهيونية مشبوهة تبع CIA والموساد الإسرائيلي. عرفتي من بالون اختبار آخر، وكان المزايدة في الدايرة الضيقة حوالين الرئيس المخلوع شغالة على أشدها. فالتلفزيون المصري يقول إسرائيليين ودي تقول الموساد بتدربني، فيجبر التلفزيون المصري وقناة النيل للأخبار بأوردر من الغرفة التي تدير هذه النوافذ
يعني من غرفة أستاذ عبد اللطيف المناوي ياخدوا الشريط اللي جه بأوردر من فوق ويتم عمل شو إعلامي عليه في قطاع الأخبار والنيل للأخبار. إذن هذا التقرير لا يذيعه التلفزيون المصري، لا يذيعه التلفزيون الوطني، يعني وحتى من قناة خاصة، قناة المحور. قناة المحور هي قناة مصرية فضائية خاصة. لازم تكون فاهم إن المحور هي امتداد للتلفزيون المصري بوجوه أخرى. في حاجات في مؤسسة الرئاسة وفي الحزب وأروقة الحزب لا يحق لأي حد إنه يطلع عليها، فكانت بتطلع فقط للتلفزيون المصري، وأحيانا في لحظات الصراع تطلع للمحور. كفاية 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 حسني مبارك باطل، حسني مبارك باطل. اتضح أن هذه الآنسة اللي ظهرت صحفية كانت تعمل في إحدى الجرائد التي يرأس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها كاتب صحفي حكومي كبير سابق، وأن زملائها يشهدون لها بدوام فبركة التحقيقات الصحفية وتم محاسبتها على فبركة التحقيقات. هذا البرنامج وهذه القناة لا أعرف هل هي تواطأت أم وقعت ضحية خداع هذه الآنسة. موضوع فبركة مستبعد تماما، لأن احنا اللي بنكشف الفبركة، فمش معقول هفبرك. وفبرك لمصلحة مين؟ هفبرك لمصلحة مين؟ نحن لا نعمل إلا لمصلحة المهنة فقط. خارج ميدان التحرير كان تامر يتحدث منهارا إلى التلفزيون، يناشد المصريين الحقيقيين التدخل بعدما رأى الأهوال داخل ميدان التحرير. البلد اتبهدلت واحنا نبقى فيها احنا السبب، يعني احنا هنتكتب في التاريخ ان احنا اللي بهدلنا البلد. لا والله لا. او الاجانب دول جنسيات معينه واضحين هم اجانب بيتكلموا انجلش لانجوج كويس جدا، ما فيش حد بيتكلم غير الانجليزيه جوه. وقال انا خرجت من ميدان التحرير مش عارف بيحصل ايه وبيضربوا الناس والناس شايف ايه وما تصعبهاش عليا قوي. هو يتشحتف ويعمل ويقولوا طب تعالى لي استوديو، حرام عليك انا ما صدقت. عشان خاطري حاولوا توصلوا لجوه بكاميراتكم وبالتلفزيون ومولعين المصريين بجد. كدوري كمذيع يتطلب ان انا اتعامل في اطار سياق تحريري اللي محطوط لي، وفي اطار ايضا ان انا احاول استخلص معلومه. لم تكن مهمتي ابدا ان انا اعرف تامر ده اذا كان تامر ده حقيقي او تامر مزيف. لو انا بحط نفسي يعني في الموقف ده ان انا مذيعه وبتكلم مع الشاب ده، لما هلاقيه منهار بهذا الشكل، التصرف الطبيعي ان انا بحاول لو فشلت في ان انا هديه او استقي منه معلومه وهو في الحاله دي، بضطر ان انا اقفل المكالمه، لان وقت الناس مش رخيص يعني للدرجات دي ان انا اقعد فاتحه مستنيه منتظره ان هو لما يعيط ولما يقول كل الشهاده اللي عنده. يعني كان في شيء مبتذل ومزري وبيتعامل بقله مهنيه شديده وكمان باستهانه. كان المفروض انه السياق التحريري وقتها انه يا جماعه المفروض نهدي الدنيا شويه. طيب الرئيس بدأ يستجيب، الرئيس عين نائب، طب نبدأ نهدى، نبدأ ندي فرصه للحوار. كان برضو من ضمن النقاط المطلوب انها توصل وقتها انه في بعض الفئات الموجوده في الميدان فئات ذات مصلحه خاصه وفئات تحركها مصالح شخصيه، ربما اجندات خارجيه، ربما ما الى ذلك يعني. وبالتالي كانت الرساله الاعلاميه المفروض انها توصل وقتها ان احنا يلا يا جماعه نفض الاحداث اللي بتحصل في ميدان التحرير. فوجئت بعض الشخصيات اصحاب الملامح الاجنبيه بيوزعوا يورو على بعض المتظاهرين. يعني انت شاهد عيان على فكره توزيع الاموال؟ كلامي ان انا شاهد عيان. الشارع المصري لم يخرج بعد خطاب الرئيس، اقسم بايات الله. ونحن نهيب باصدقائنا وزملائنا من الفيسبوك وممن التقينا بهم اثناء الاحداث السابقه ان يعودوا الى المنازل والى الفيسبوك لنرى ما حققناه ونتابع ما وعدتنا به الحكومه.
ضع ما تريد على ألسنة المشاهير. لازم في النهاية لما أبص كده ورايا ألاقي صورتك محطوطة في مكتبي. ما ينفعش، ما ينفعش. مصر تفضل حرة ومستقلة ونوكر كبيرنا محمد حسني مبارك. مش حسني مبارك اللي تعمل فيه كده. مفيش مشكلة يعني إن حد يولع فيهم. يعني هم ازاي بيقولوا لا ده احنا مش ماشيين بقى لما مين ده اللي يمشي؟ ماشيش في ركابهم. امشوا من التحرير. طب ضيعوا البلد. لما يتعمل الناس دي كردون عليهم في التحرير ولا حد يفتح ولا حد يخرج، ما يخشهمش ببق ميه ولا ادويه ولا اكل ولا شرب لحد ما يقولوا لحد ما يرفعوا ايديهم والرايه ويمشوا. انت مع الرئيس مبارك اوكي خلاص ماشي، ده حقك. انت ضد مع الثوره، ده خير وبركه معانا، تبقى معانا. مش عايز تتكلم وخايف، خلاص خليك خايف وقاعد في بيتك. انما تطلع من بيتك وتستغل نجوميتك في تضليل الشعب المصري اللي قاعد على الشعب العربي كله مستنيه، لا ده حد ما بيفهمش، ما عندوش رؤيه، كذاب. نعمل استفتاء ونشوف. والله العظيم انا واثقه تماما ان هيطلع كل استفتاء، لو استفتاء نزيه هيطلع على الرئيس 90%. عيب بقى، عيب ده لو الواحد لو زعلان من ابوه ويعني ما يعملش كده. ارفع ايدك حسني مبارك هو سيدك. يا بلدي ارفع ايدك حسني مبارك هو سيدك. مع استقرار البلد زي ما انت شايف الشعب ينادي ببقاء الرئيس مبارك. اللي موجودين في ميدان التحرير ناس ليها اجندات خاصه وناس ليها حسابات ثانيه خالص، دخلوا واستغلوا الموقف استغلال سيء جدا. الشعب المصري نزل، الشباب المصري نزل، ومصر بخير. مش هتقف على مجموعه من الفنانين او مجموعه من الرياضيين. قول لي الرياضيين كانوا فين؟ قلبي بيدمي دما على سياده الرئيس والموقف اللي هو موجود فيه حاليا، وقول له حقك علينا يا ريس. مش ده رئيس جمهوريتنا اللي اتعامل فيه كده، وربنا ان شاء الله هينصره وهينصرنا باذن الله. بعضهم كان يمارس يعني يعيش في النظام السابق بطريقه او باخرى او يتعامل معه بطريقه، وده مش يعني ما كانش حاجه انتقاد، انه كان النظام السابق بيحكم فانت مضطر تتعامل مع الحكومه بطريقه او باخرى. لكن الحقيقه انه كان في مواقف فجه سواء من الناس اللي كانوا ضد الثوره وكانوا بيحاولوا يظهروا ان هم بيدافعوا عن مصالحهم، او الناس اللي ركبوا بقوا يبالغوا في الموضوع عشان يخفوا اي مشاكل تبقى عليهم. أنا طلعت معاهم في أول مظاهرة في أول يوم وتاني يوم، لكن اللي حصل بعد كده إن ابتدى في ناس حقيقي تبقى مدسوسة داخلة في وسطهم. القبض يمشي. لما التلفزيون المصري النهارده يجيب لي مواطن بيقول ادوني 50 جنيه ووجبة أكل عشان أمشي. الشباب اللي في التحرير دي ناس خلاص معمية، والتعنت خدهم لدرجة ان هم الغرور بقى، واحنا بنغير، واحنا لو سيبنا مكاننا هيحصل، واحنا الاقوى. لا هم مش اقوى ابدا. انا للاسف انا ما بسميش دي ثورة ابدا، لان الثورة اللي احنا شفناها سنة 52 ثورة ضباط احرار على حاكم فاسد. الولاد اللي قاعدين في ميدان التحرير اللي قاعد مع صاحبته، واللي قاعدين بيتغدوا بقى بالحلة هو ومراته وعياله، وكل مجموعات كده متجمعة مع بعضها طبي وزمر ورقص وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. المشكلة انه كانوا الولاد بيبقوا معانا في الميدان وامه تكلمه تقول له صحيح انت عامل علاقات غير مشروعة مع بنات، صحيح بتعملوا كذا، صحيح بتاخدوا كذا، صحيح بتاكلوا كذا. مش بقوم مع الفنانين اللي عملوا ده، بس ما يجبش ان انا انسى ده ابدا، لانه دول استخدموا من النظام في تشويه صورة الثورة وكذبوا، لأنه ما حدش فيهم قال معلومة حقيقية. لا كان في كنتاكي ولا كان في حشيش ولا كان في، يعني كل ده كلام ادعاءات كاذبة ومن ناس للأسف بيدعوا الدين والتدين. طب يعني انتوا بتقيموا الصلاة وناسين الدين قال لكم ايه؟ ناسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا؟ هل اللافتات البذيئة قليلة الأدب اللي انتم معلقينها للرئيس محمد حسني مبارك هل دي فيها يوقر كبيرنا؟ الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. انسحبوا جميعا ودعوا الشرعية تعمل، فإن الخروج عليها حرام حرام حرام. قال سأصلح إصلاحات دستورية لم يعجبهم، وضع نائبا للرئيس فلم يعجبهم، لأن هناك أجندات خاصة، حسابات خاصة.
في إدارة الدولة البوليسية طوال ال10 سنين الأخرانيين من ال30 سنة بتوع حكم الرئيس المخلوع مبارك، كان إفساد هذه المؤسسات الإعلامية بيتم بالاعتماد على غير ذي الكفاءة، على الوجوه الجاذبة للمنطق السائد بمفهوم الإعلاء من قيمة الجنس وقيمة المخدرات وقيمة المال. 3 قبضني وقبضك، هشغلك هطعمك، مطلوب منك لستة أجندة، اشتغل واعملها. هتشتغل امتى؟ في انتخابات، سواء انتخابات أندية، سواء انتخابات الكليات، سواء انتخابات مجلس الشعب، سواء انتخابات الرئاسة. هتشتغل في صياغة رأي عام. بدل مواقعك حين تستشعر الخطر. اسمحوا لي ان انا اقف دقيقه حدادا وصمتا على ارواح شهداء ثوره 25 يناير ونقرا جميعا لهم الفاتحه. انا اول مذيع داخل التلفزيون المصري اقوم واقف ومزرر زرار الجاكيته واقف دقيقه حدادا على وصمتا على ارواح شهداء الثوره. الكلام ده حصل والرئيس مبارك موجود في مكانه، وانس الفقي موجود في مكانه، واسامه الشيخ موجود في مكانه. بدأ يبان ان النظام راحل ولابد بقى من قول شيء من الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب. ها قد نجحت ثورتنا يا عالم، هلم نحتفل بها وبشبابنا الذي أسقط هذا النظام الدكتاتوري الفاسد. فلتحيا الثورة، فليحيا الثوار. ورحل مبارك ورأينا هؤلاء ينقلبون ويغيرون جلودهم. هو المنهج لم يتغير من منافقة سلطة مبارك إلى محاولة تملك الثورة والثوار. يوم 12 فبراير الشعب يسقط النظام، ده كان منشط الأهرام، وده كان على فكرة منشط الملحق، وهم في الإدارة التحريرية في الأهرام يعني عجبهم المنشط فاستأذنونا إن هم ياخدوه في المنشط الرئيسي للأهرام. وفي اليوم ده كان يوم غريب جدا، لأن الأهرام كان مستوى توزيعه قليل جدا جدا عن المعتاد يعني، أو أقل من المتوقع يعني. وفي اليوم ده الأهرام وزع 1,300,000 نسخة. ونزل الملحق شباب التحرير، غيرنا العنوان بتاعه خلناه انتصرنا، ومن تلك اللحظة والأهرام عاد للشعب ولن يعود إلى النظام مرة أخرى. في ناس كتيرة الحقيقة حست ان سقوط النظام ده بيهدد مصالحها بشكل مباشر، وبالتالي هي فضلت تدافع عنه حتى اللحظة الأخيرة. لكن دول مش بس إعلاميين وفنانين وغيره، والحقيقة ان هم ناس يعني هذه الرهانات السياسية هو سببها كان النظام اللي هو حسسهم ان هو بيعمل كل حاجة، وان هو سقوطه او غيابه مع ان كل الناس بتموت هيسبب فوضى وهيسبب مشكلة. في فترة من الفترات يبدو أن الجميع كان يهرب من السفينة. وفي هذه الفترة حدث خلل وارتباك، لأن الإعلام الرسمي بات بلا حادي، بلا ناظم، بلا راعي. وفي هذه الفترة هي الفترة التي سبقت مباشرة غسل اليد الكامل. كنا نستطيع أن نلحظ فترة من فقدان الرؤية والاتجاه في الإعلام الرسمي. يرى الإعلام أن هناك أب وهم الجهاز المعبر عن هذا الأب، والآن هو يبحث عن أب، وأعتقد أنه وجد الأب في المجلس العسكري أو فيما شابه ذلك. وده خلل لن يتم علاجه على الإطلاق إلا لو تغيرت ملكية وتركيبة الإعلام الرسمي. جلسة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق.
ارجو ان يعني اي حاجه كويسه عملتها يعني حضراتكم تبقوا فاكرينها، واي حاجه زعلت حد او اثرت في حد او كان في اختلاف في وجهات النظر فانا بعتذر عنها. مفيش حاجه اسمها سوري يا جماعه هنبدا، لا. شرف الاعلامي زي عود الكبريت. صحيح. بالنسبه ليوسف وهبي. كنتوا بتشتموا في الثوره وبتشتموا في الولاد دول، فجبت موضوع وجبت واحده قلتوا انها اشتغلت مش عارف في امريكا ولا انا بصراحه انتوا بصراحه شكلكم وحش جدا انتوا الاثنين. لو انا اتكلمت عن اداء او تقييم اداء الاعلام المصري في فتره الثوره هقول حاجات قبيحه ويعاقب عليها القانون. فما اقدرش اقول الحقيقه. ما حدث في تغطيه احداث الثوره هو ذروه انحطاط اعلامي وسياسي استمر 30 سنه خلال حكم الرئيس مبارك. وسائل الاعلام المملوكه للدوله المصريه والتي خطفتها حكومه النظام الساقط في مصر مارست كل انواع انماط الانحياز التي شخصتها الاكاديميات عبر العصور، لكنها مارستها بشكل من عدم الاجاده وعدم المهنيه، وهي في ذلك ارتكبت جرائم اعلاميه مكتمله الاركان. الكذب حصري على التلفزيون المصري. والآن هل كان المتظاهرون على حق بالفعل عندما رفعوا لافتاتهم تلك التي تطالب بإسقاط الإعلام وتطهيره باعتباره جزءا من هذا النظام؟ وهل سقط هذا النظام الإعلامي مع سقوط النظام السياسي أم نجح في تبديل مواقعه والتعامل مع الواقع الجديد بوجوه مختلفة وأقنعة جديدة؟ الإعلام هو نص المعركة إذا ما كانش 3/4. إذا مش هننظف الإعلام المصري تبقى مصيبة. أنا رحت انضم في مرة لقلة مندسة بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة. لقيت خلق كتيرة تقول مصر بناسها بتاع يجي 1,000,000 وبيزيدوا لسه. يا عيني على القلة يا ليلي على المندسة. فتشوني وانا داخل بأيادي خارجية، أيادي متلطخة بالفول والطعمية. قلت في نفسي أكيد دي عجينة دولية. لمحت بنت بعيد ماشية بيافطة في الميدان. يا ترى مكتوب بالفارسي ولا مترجمة في لبنان؟ تلاقي كاتبة عليها الحلوة دي من طهران، ولا هشوف في ايديها الوان علم ايران. قربت لقيت مصرية وكاتبة احنا ليه بنتهان. شاب بيعزف عود بأصابع خارجية. تلاقي كاتب النوتة في أجندة دولية. قربت لقيته بيعزف أغاني الشيخ إمام، ويردوا عليه الشعب يريد إسقاط النظام. بقى هي دي القلة يا عرة الإعلام. يا بوق النظام يا ساقط ابتدائية في اختراع اسمه قنوات فضائية. يعني ما سمعتوش عن حاجة اسمها دش، ولا ما زهقتوش من التضليل والغش. وبعد ده كله لسه المذيع له وش. يا عم الإعلامي يا ابو الكلام شفاف. طلتك عالشاشة توحي بالإسفاف. بطل بعقولنا كذب واستخفاف. ده المنظومة فاسدة من ساسها لراسها. الدم كان بيسيل وده جايب صورة النيل. خلى تلفزيوننا فضحته بشخاليل. عايش بالأوهام يخيبك إعلام. ده الشعب يريد تطهير الإعلام. الشعب يريد تطهير الإعلام. الشعب يريد تطهير الإعلام.